إخواني المتتبعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في حلقة جديدة على قناتكم قانون بودكاست. اليوم غادي نتكلم على موضوع ما غاديش نقوله مهم فقط، وإنما نقدروا نقوله موضوع الساعة، لأنه يهم العقار، سواء كنت كاري أو شاري أو حتى مستثمر. بزاف منا شاف بزاف ديال الفيديوهات في الآونة الأخيرة على العقار، وتهضر على الركود العقاري أو انخفاض أثمنة العقارات في المغرب. لكن إلا جينا نشوفوا على أرض الواقع ما كاينش هادشي. واليوم جينا نشوفوا الحقيقة، واش كاينة شي جهة رسمية أكدت هادشي أم لا. كيف ما قلت سابقا، الجدل على هذا الموضوع كبير، ولكن السبب الصراحة واقعي، حينتش مبني على أرقام واقعية خارجة من طرف بنك المغرب والمحافظة العقارية، بناء على تقرير مشترك، واللي جاء فيه أن المعاملات العقارية بما فيها بيع شراء، سواء أراضي حضرية أو فلاحية وجميع أنواع العقار، عرف واحد التراجع كبير في بداية 2025، ومن المتوقع يستمر حتى 2026. هذا التراجع قدر ب 21.2% بالمقارنة بنفس الفترة في السنة الفارطة. دابا يقدر يبان لك باللي الأرقام أو لا الرقم صغير، لكن من وجهة نظر المختصين فراه الرقم مهول. وباش يبان لك أكثر غادي نفصلوا فيه، وغادي نبداو بالشقق السكنية أو السكن الاقتصادي باعتباره الأكثر تداولا في المغرب. فراه 23% من الشقق ما بقاش تتباع، يعني أكثر من ربع ديال هذا النوع من العقار ما تيتباع. البقع الأرضية أي العارية حتى هي تراجعت ب 19%. والحاجة اللي الناس ما ردوش ليها البال هي أن المحلات التجارية هي الأكثر تأثرا. كيف ما سمعتي، هي الأكثر تأثرا بنسبة 26%. وباش نبينوا بأن هذه الظاهرة ما مقتصرة على مدينة واحدة، غادي نبينوا لكم بالأرقام المدن الأكثر تأثرا بهذا التراجع. أول مدينة غادي نبداو بها بطبيعة الحال هي العاصمة الاقتصادية كازا، واللي وصلت نسبة التراجع فيها إلى 25%، بينما وصل في العاصمة السياحية مراكش التراجع إلى 22%. أما المدن المتوسطة في المغرب، واللي مجبورين صراحة نقول عليها مدن هامشية لأسباب عارفينها كاملين، وصلت نسبة التراجع فيها إلى 30%. وصراحةً هذا الرقم ديال 30% فهو رقم كبير وكبير جدًا بالنسبة، كما يعلم الجميع بأنها مدن اللي تيكتر فيها البيع والشراء ديال العقارات بالنسبة لجميع الفئات المجتمعية. من بعد ما سالينا من الأرقام، دابا نعرف أش غادي تقولوا ليا. غادي تقول ليا السي قانون بودكاست راك هلكتينا بقوة الأرقام. دخل معنا الموضوع وقول لينا واش العقار غادي يرخص ولا لا، باش نشوفوا واش نبيعو ولا نشريو ولا شنو غادي نديرو. الصراحة الأمر شائك وتيدخلوا فيه مجموعة من الأمور، ويمكن نعطيكم السيناريو اللي من المتوقع يوقع سنة 2026، واللي كما قلت هو متوقع فقط، هو أنه بالرغم من هذا الانخفاض في المعاملات العقارية، أسعار العقار في المغرب غادي تستمر في الارتفاع، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب غادي نفصلوا فيها. ومن بين هذه الأسباب هذه، أولا لأن العرض قليل بزاف في المراكز المهمة، مثلا المدن ذات الاقتصادات القوية. وكما تنعرفوا بأن هذه المدن هذه اللي تعتبر مراكز اقتصادية مهمة، واللي تستقطب بزاف ديال الناس الباحثين عن العمل وباحثين على فرص أو تحسين العيش ديالهم، وذلك لما تتوفر فيه مجموعة من الأمور من البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بالسكن الاقتصادي والمتوسط. ثانيا، والسبب الثاني، لأن تكاليف البناء في ارتفاع مستمر، وكذلك ارتفاع أجور العمال والرسوم والمصادر البنكية، واللي تتكلف المقاول أموال كثيرة، وبالتالي ما يقدرش يهبط الثمن. السبب الثالث، لأن الاستثمار الأجنبي تيلعب دور كبير. فمثلا
إلا جينا نشوفوا المدينة بحال مراكش، الطلب على العقار من طرف الأجانب كبير وكبير بزاف، ومبالغ كبيرة ما يقدرش عليها المواطن المغربي، وبالتالي ما يقدرش يشري السكن، وفي نفس الوقت الثمن عمره ما غادي ينزل. السبب الرابع واللي تيبان ليا من أهم الأسباب ومن أكثر الأسباب اللي تتخلي الثمن ديال العقارات عمره ما ينزل، بل هو السبب الرئيسي في عدم أو في انخفاض المعاملة العقارية بين المغاربة، وهو النظرة التي يشوف بها المغاربة العقارات، والتي يعتبروا الأرض هو الملاذ الآمن لتخزين أموالهم، وبالتالي أي واحد تيملك عقار عمره غادي يبيعه أو يستثمر فيه. بالتالي فالنصيحة اللي تنصح أي واحد بها هي ما تسناش انخفاض ثمن العقار بقدر ما تقلب في المدن الهامشية القريبة من المراكز أو المدن الاقتصادية الكبيرة في المغرب، لأنها السوق الواعدة للاستثمار في العقار. وأخيرا إلى وصلتي لآخر هذا الفيديو هذا، شكرا لك على حسن إصغائك، وما تنساش تشترك في القناة وضع لايك للفيديو، ولا عندك أي سؤال حطه في كومنتير.